الغرفة رقم 204. كان في فندق قديم في آخر المدينة. فندق شكله عادي جدا من بره، لكن العاملين فيه دايما يخبوا حاجة. في الدور التاني في غرفة محدش بينزل فيها، غرفة رقم 204. في يوم واحد اسمه سامح مسافر لوحده، دخل الفندق بالليل وما كانش فيه أي غرف فاضية غير 204. الراجل اللي في الريسبشن اتوتر وقال له: لو تحب تستنى ساعة يمكن غرفة تانية تفضى. سامح ضحك وقال له: يا عم مش فارقة، اديني 204. طلع سامح فوق وفتح باب الغرفة. الأنوار كانت ضعيفة والهواء بارد بطريقة مش طبيعية، وكأنه داخل أبو مش غرفة. لكن الغريب إن أول ما دخل الباب اتقفل وراه لوحده. سامح افتكر إنها سحبة هوا، لكن بعدها ثواني لاحظ حاجة مرعبة. المراية اللي قدام السرير كانت باينة فيها الغرفة كاملة، لكن مش باين هو. كان شايف السرير، الحيطة، اللمبة، بس مكانه كان فاضي. بدأ قلبه يدق بسرعة وقرب للمراية. كل ما يقرب يسمع همسات ورا ودانه، كلام مش مفهوم، لكن في كلمة كانت بتتكرر: اطلع اطلع اطلع. سامح اتراجع خطوة، وفجأة نور الحمام ولع لوحده، وباب الحمام بدأ يتهز كأن حد جوه بيحاول يخرج. سامح جري على الباب علشان يهرب، لكن الباب مش راضي يفتح. عينيه راحل على المراية تاني، والأول مرة شاف شخص واقف وراه. شخص طويل وملامحه مش واضحة، كأنه ظل، لكن جسمه ثابت. سامح لف بسرعة، مفيش حد. رجع بص للمراية، الشخص قرب أكتر والهمس بقى أوضح: محدش بيخرج، محدش بيخرج. النور طفى فجأة، وسامح حس بإيد ماسكاه جامد من كتفه. صوت النفس وراه كان قريب لدرجة إنه حس بالهوا على رقبته. في اللحظة دي قدر يفتح الباب بالعافية وطلع يجري بره الغرفة. نزل يجري على الريسبشن وهو مرعوب، بس أول ما وصل لقى الراجل اللي تحت بيبصله بخوف وقال له: انت طلعت من 204؟ سامح قال له هو مرعرش: ايه اللي جوه؟ في حد في الأوضة؟ الراجل قال له بصوت واطي جدا: الغرفة دي بتبين لك اللي المفروض ما تشوفوش، بس اللي يخرج منها عمره ما بيبقى زي ما دخل. سامح أخد نفسه بالعافية وبص وراه، والأول مرة لاحظ حاجة على قميصه: بصمة إيد سودة واضحة ومش بتروح. والغريب إنه كل ما يبص في أي مراية بعدها كان يشوف الشخص اللي وراه واقف مستنيه.